الو. الو. يا مصطفى انت فين؟ انا بره. مش ناوي تيجي البيت ولا ايه؟ مش هينفع ان انا ارجع دلوقتي خالص. ازاي يعني يا مصطفى؟ في الوقت المناسب ان شاء الله. وابوك اللي تعبان في البيت ده. وانا بعمل كل ده عشان ايه؟ ما هو عشان لو كل حاجه، بس برضه هو محتاج جنبه واحنا كمان محتاجينك قوي يا مصطفى. طب والدين اللي علينا ده مين اللي هيسده يعني، ولا مين اللي هيشتغل، ولا مين؟ انت بتقولي ايه؟ قول يا رب، قول يا رب يا مصطفى. الحمد لله على كل حال، بس انا مش هينفع ارجع البيت دلوقتي. فكر بس، فكر كويس. ابوك محتاج جنبه قوي. يا بنتي هو انت فاهمه ازاي يعني انت هتبقى مبسوطه لما ابقى قاعد وسطيكوا والباب يخبط، هاتوا الدين اللي عليكم ولا هاتوا الفلوس اللي عليكم، انا هفرح بكده؟ قعدتك بره البيت دي مش كويسه، مش هتجيب حاجه. مش هتجيب حاجه ازاي يعني؟ انت عملت ايه لحد دلوقتي وانت بره؟ عملت ايه؟ اختك اللي اتجوزت دي مين اللي مجوزها؟ والدور عليك. وانا دلوقتي برضه محتاجه كتير عشان تتجوزني. طيب انا بره ليه؟ انا بره عشانك وعشان ابوك التعبان وعشان امك وعشان بقية اخواتي. اعمل ايه تاني اكتر من كده؟ والله انت حر يا مصطفى، انا عملت اللي عليا. ماشي، خلوا بالكم من نفسكم بس اهم حاجه. حاضر، وانت كمان خلي بالك على نفسك. مالك يا صاحبي بس؟ مفيش حاجه صح. امال ايه يا عم الكلام اللي انا سمعته ده؟ مزنوق بس مفيش في فلوس كده والحلقه مفيش طب خالص. هو يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ يا مصطفى يا عم بكره هتتعدل يا صاحبي. انا عايش طول حياتي عادل بسد في دين. يا عم قول الحمد لله. انا معلش. نفسي اعيش زي اصحابي، نفسي اخرج، نفسي اتفسح، نفسي اعمل اللي في نفسي. والله العظيم انت ارجل من ناس كتير يا مصطفى. انت راجل وشايل مسؤوليه وقدها وقدود يا صاحبي، وان شاء الله ربنا بكره هيوسعها عليك. بس انت بس قول يا رب، صدقني والله العظيم. الحمد لله. يا عم انا بص، انت مهما هعمل قلت مفيش محاولة. حاجه هتتغير. هعمل محاوله مع باهر كده لما يجي. لا يا صاحبي ما تكلمش حد، انا مش محتاج من حد فلوس. يا عم احنا كلنا اصحاب. استنى بس. انا اسكت. والله العظيم انا لو معايا فلوس ما هتاخر يا مصطفى. ربنا يخليك يا عم. الو يا بير، عامل ايه؟ زي الفل يا صاحبي والله. إيه انت فين؟ طب بص احنا اصلا يعني جنب الجراج اللي انت بتركن فيه العربيه. بص واقفين كده عند السور اللي هناك، هتلاقينا. تعالى انا واقف انا ومصطفى. طيب جاي لك اهو، جاي لك. ناقصاك والله اصلا. يا عم ما تشيلش الهم بقى، خلاص والله جاي اهوت. وهو صاحبنا يعني، ازاي هيشوف واحد فينا في دقيقه ولا بتاعه ومش هيقف جنبه؟ ما كانش ينفع اللي انت عملته ده عادل، انا مش عايز حد يشيل همه. ما كانش ينفع ان انت تكلمه خالص. ليه يا عم؟ ربنا موسع عليه، مش هيتاخر علينا يا مصطفى. انا لما بحتاج حاجه يعني ما بلاش غيره. اي نعم هو بيقعد بقى يتنك شويه، بس انت عارفه يعني كلام. صاحبنا هتقول له ايه يعني؟ هتقول له الراجل محتاج فلوس؟ ايه المشكله؟ ايه العيب في كده يا صاحبي؟ اشحت من الناس فلوس؟ لا اله الا الله يا عم ما تقولش الكلام ده. لما يجي يا مصطفى ابقى احكم عليه، مش يمكن فعلا يديك فلوس. وبعدين ده صاحبنا يا صاحبي، مش هيتكلم في حاجه يعني ولا هيدق معاك في اي حاجه. وبعدين يا عم عايز اشوف ضحكتك بقى يا عم. خلاص بقى فكها بقى. دلوقتي كلمته الراجل هيجي يديني فلوس، يجي بعد كده يعايرني يقول انا اديتك. يا عم مش هعايرك. دلوقتي ربك بيفرجها و50 روح جنيه بس. من هنا و100 جنيه من هنا. هات امك يا الحمد شيخ لله. لا تضحك. اضحك والله ما هو حد واخد منها حاجه. اضحك اضحك يا والله تتعدل عند ربنا دلوقتي. اهو دلوقتي يا عم. اهدى بقى يا عم عامل ايه؟ طب بص، عامل ايه يابا؟ اخبارك؟ يا صاحبي عامل ايه؟ ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ لا بقى يا عم في حضن بعض. في ايه؟ ما بتسلمش على الراجل ليه؟ لا يا عم انت مش عاجبك البلاس، معلش. الراجل سلم. ايه الاخبار؟ كله تمام. انت عامل انت ايه الدنيا ماشيه معاك؟ زي الفل والله. كنت عايز اكلمك في حاجه كده، ايه؟ بس اقول لك ايه، احنا ممكن نقعد مع بعض الاول نبقى نتكلم في اي حاجه. انا عازمكم. ايه رايك؟ عازمكم يا عم النهارده. يا عم تعزمنا ايه؟ ما انت كل مره بتعزمنا وبعدين انا ربنا كرمني بقرشين كده. خلي العزومه دي عليا انا المره دي. يا عم لا يا عم معلش خليها عليك. واحد والله مصطفى. معلش بالله عليك خليها بس عليك. يا عم ماشي خلاص. لو هناكل والله العظيم عيش وملح ماشي خلاص يا عم. في ايه؟ ايه يا باهر؟ هنروح ناكل عنده يا عم. ناكل ايه يا عم؟ هناكل ايه عندك اصلا؟
يا عم الراجل عاجبني، ما تقولش الكلام ده يا عم انت شايف انت لابس ايه يا عم انت؟ يا عم روح هات لك شيفت جديد يا عم انت الاول. يا عم باهر، انت ايه اللي انت بتتكلم في ده؟ مش وقته يا عم، ما تتكلمش في الحاجات وقته ايه يا عم انت مش شايف؟ خلي بالك يا اسطى، الراجل ده صاحبك واخوك يعني عادي. يا عم ماشي يا عم برضه، بس انت تاكل هاكل عندك. يا عم والله هنروح وهناكل. الراجل كتر خيره يا عم، حتى لو هو مش معاك. والله قسما بالله انتوا تنورون. يا عم انت على دماغنا يا مصطفى والله العظيم. ماشي يلا بينا رجاله. خلي بالك يا باهر، والله العظيم ما ينفع اللي انت عملته ده، ما كانش فيه لزوم اصلا الكلام اللي انت قلته. بس انت شايف انا هنبقى عامل ازاي؟ يا عم ده صاحبنا يا عم. يا عم حصيره وتراب والبيت عامل ازاي اصلا؟ والله العظيم انت بتضايقني بالكلام اللي انت بتقوله ده. ما هو انت عارف ظروف بس عشان دي. منورين يا رجاله والله اقسم منورين. بالله يا عم انا نفسي في الاكل ده، جبنه اهوت يا عم. والله اللي موجود في الثلاجه كله انا جبته. طب لا، هروح بس اجيب شيبسي وحاجه ساعه بس. يا عم والله انت جايب دقيقة واحدة بس. حاجه اقول. يا عم يلا اقعد. الله ينور يا صاحبي. تعال اتفضل يا صاحبي. اقعد يا عم. الزواج فين؟ واكل ايه يا عم؟ امال والله ايه يا يا عم عم؟ ايه؟ لا تمام. انت هتحط لي رجلي على رجلي ينفع؟ مرتاح كده يا عم لا في ايه؟ وفي ايه انت بتتعامل خلي بالك يا صاحبي، ازاي؟ انت قاعد في بيتي برضه، والاكل الاحترام، ما ينفعش ان انت تحط رجل على رجل والاكل محطوط. انا مش بقول لك عشان انت قاعد في بيتي والكلام ده. انت شايف ده بيت يعني؟ لا لا لا، انت عاوز ايه يعني؟ عايز ايه من الاخر يعني؟ شايف احنا فيها من ده كده بيت؟ انت عمال تتنك وعمال تتكلم وعمال تهين في الراجل، في ايه؟ طيب يا عم ماشي سلام. يا عم اتكل على الله عادي يا عم، براحتك. يلا يا عم، يلا احنا هناكل مع بعضنا صح؟ يلا والله العظيم ثلاثة. بص انت لو جبت بس يعني رغيف عيش وشوية ملح على قلب زي العسل احسن من فرخة. هو بياكل فراخ وبط وحمام واحنا بناكل، ممكن ناكل حتة زي دي يشبعنا. هو بيشبع واحنا بنشبع، ما تضايقش نفسك. وبكره ربنا هيفرجها زي ما انا قلت لك. اوعى تزعل نفسك على اي حاجة، ماشي؟ خير يا ابني، ايه اللي حصل؟ خلي بالك والله العظيم انا كنت هجيلك بكره عشان الوقت يعني متاخر وكده، بس هو مصطفى اللي اصر ان احنا نيجي دلوقتي. الله يخليك يا ابني. رغم اللي انت عملته انا مش عايز افتح في اي مواضيع، بس لا يا عم الراجل مهما كان انا اكلت عيش وملح معاه يعني، مفيش اي حاجه. اصيل يا ابني. انا والله العظيم زعلان من نفسي قوي. يا عم لا ما تزعلش، اهم حاجه انت بس تقول انا عايزك بس ما تفكرش ان انا جاي شمتان فيك. انت بس يا عم شد حيلك بقى عشان تقوم لنا بالسلامه كده. هنضحك مع مين ونهزر مع مين؟ انا اسف والله يا ابني. يا عم انت بتتكلم في ايه يا عم؟ مهما كان احنا اصحاب واخوات قبل اي حاجه. مش عايزك تتكلم في اي موضوع، اهم حاجه تقوم لنا بالسلامه بس ومالكش دعوه. انا يخليك ليا. ايه يا ابني التهور ده يا ابني؟ ايه اللي حصل اصلا؟ يا ابني انا كنت بشوي العربيه يا ابني وسرحان متضايق من نفسي، بس ما ادريش نفسي انا في المستشفى. يا عم ما تتكلمش في حاجه، الحمد لله حصل خير. ده الكلب بتاعه هو اللي مخربشه. والله العظيم مصطفى بيحبك واحنا كلنا بنحبك يعني. خلي بالك والله العظيم كل الكلام اللي انت كنت بتتكلم فيه اصلا يعني ما يستاهلش انت تتكلم فيه، عشان الباقي الكلمه الحلوه وان الناس كلها تكون بتتكلم عنك كويس وانت تحب الناس عشان الناس تحبك، ولا فلوس ولا اكل. هو راجل بسيط اهوت والناس كلها بتحبه. يا عادل انت بتفتح في احنا رايح في ايه دلوقتي؟ يا عم هو عشان لازم يعرف. يا عم اهم حاجه يقوم سيبه لنا يا مصطفى، بالسلامه. سيبه. احنا مش عايزين اكتر من كده. سيبه، انا اللي استاهل اللي يحصل لي. يا ابني انا مش زعلان منك اقسم بالله. انا يعني يمكن عشان ربنا اداني قرشين كنت دوست على ناس كتير قوي. انا فعلا كنت محتاج ان ده يحصل لي عشان اعرف اعيش تاني. عشان تفوق. نسيت صاحبي. حبيبي يا صاحبي ولا اي حاجه ولا اي حاجه. لا ارتاح حبيبي. حبيبي يا صاحبي. تقوم لنا انت بس بالسلامه.